ايه يا بيرو؟ ايه يا بيرو؟ ما ينفعش الحركات بتاعتك دي. حركات ايه بقى ان شاء الله؟ هروح البيت ليكي قاعده مع هبه. يا حبيبي طول ما انا مصاحبه مراتك عمرها ما هتشك فينا. طب ولما الاقيها فجاه دلوقتي بتخبط عليكي اروح انا فين؟ ما تيجي اهلا وسهلا، شوف بقى مين اللي هيفتح لها. طب خلي بالك، هبه مش سهله. هبه لو فهمت اللي بينا شوفي هتشنيارنا انا وانتي. هتفهم ازاي اللي بينا طول ما انت مفهمها ان انت مش طايقني؟ طب والنبي عشان خاطر انا اسيبك من سيره هبه دي عشان بتيجي على السيره. انا جاي لك عشان موضوع مهم قوي. انا 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 بحب. وانا مستنياك خصوصي عشان اسمع الموضوع. لا ده انا جاي لك عشان الكلام كتير، كلام كتير جدا جدا، ومحتاجين نتكلم فيه على روقان. لان مش هينفع كده ما نجيبش سيره هبه دي، يعني مش وقته هبه خالص. ايه يا عم نايف، انت مش ناوي تفكها بقى ولا ايه؟ ما انا فاكك اهو. في ايه؟ يا راجل انت كده فاكك؟ يا راجل ده انت في دنيا غير الدنيا. ايه في ايه؟ هو انت اول واحد ولا اخر واحد يطلق؟ مش عارف يا اخي. هتجنن يا اخي، هتجنن. عايز اعرف كنت بتسرق الفلوس وتوديها فين. هتجنن. بقول لك ايه، مفيش واحده ست تسرق جوزها اللي مش حارمها من اي حاجه الا لما يكون في سبب شمال. انت بتقول ايه؟ ما هو انا لازم اديها لك في وشك عشان انا زهقت منك، عشان حضرتك تفوق وتصحى من اللي انت فيه. ولا انا يا اخويا هفرح يعني لما المره الجايه اجيبك من تحت البريمه لا قدر الله، عشان حضرتك تبقى شهيد الحب الواحده اصلا ما تستاهلش ضفرك. عندك حق. عندك حق. كل مره تعمل ان انت اقتنعت وتاخدني على قد عقلي، وتاني يوم تعمل ريوايند وتجيب الشريط من اوله. هعمل ايه يا مصطفى؟ انت ما تعرفش انا كنت بحبها قد ايه. انا جيت هنا عشانها، عشان عايشه في مستوى الابي يعني. ودلوقتي حاسس ان وجودي هنا ملوش اي لازمه. قدم بقى استقالتك وارجع لمصر مفلس، ودور على شغل واقعد غني ظلموه. يا معلم دي قشطتك وخدت كل اللي وراك واللي قدامك. بقول لك ايه، انت لازم تركز في مستقبلك وتعوض كل اللي انت خسرته ده. انت فاهم ولا لا؟ يا ناير، يا ناير انا صاحبك ومحدش هيقول لك الكلام ده غيري، لان انا بجد بدور على مصلحتك. احنا كده الحمد لله طمنا على البيبي، ناقص بس ان احنا ناخد حذرنا جدا 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 في حالتك. حاضر يا دكتورة. بجد انا مش عارفه اقول لك ايه، هو لسه في حد زيك كده؟ ما تقوليش اي حاجه. طبعا لسه في ناس زي كتير. انت بس اللي كنتي ملمومه على شله مش قد كده ضيعوا لك ثقتك في الناس. عندك حق. المهم دلوقتي العلاج، نبتدي العلاج. بس يا دكتورة بليز، انا مش عايزه موضوع المصحه ده خالص. يا حبيبتي في مصحات سريه محدش بيعرف عنها اي حاجه، وكمان بتبقى 5 ستارز، يعني كانك قاعده في اوتيل بالظبط. مفيش حاجه بتبقى سريعه على بابايا يا دكتورة، انتي بس ما تعرفيهوش. انا مش فاهمه بس يا مريهان، انت ليه خايفه منه قوي كده؟ حبيبتي اي بنت بتنفصل عن جوزها بتروح ترجع تعيش مع اهلها عادي. بيتهيألك. انا بس ما اتمنالكيش تمري باللي انا مريت بيه ده، تجربه بجد صعبه. انا عارفه انها صعبه، وبعدين مين قالك ان انا ما مريتش بيه؟ انا لسه منفصله عن جوزي برضه. ده بجد؟ بجد. بس انا اللي سبته بعد ما عرفت انه اتجوز عليا عشان يخلف، عشان انا ما بخلفش. سوري يعني يا دكتورة، ده ما بيفهمش، محدش يسيب واحده زيك. انا قلت لك انا اللي سبته. ممكن اسالك سؤال؟ بس طبعا انا مش قصدي ان انا اتدخل في حياتك. لا طبعا اسالي زي ما انت عايزه. هو انت بعد ما انفصلتي منه يعني فكرتي ان انت ترجعي تعيشي مع اهلك تاني؟ انا ظروفي مختلفه يا مريان، انا اهلي في اسكندريه وانا شغلي هنا، فما كانش ينفع اعيش معاهم تاني. بس لو كانوا عايشين في القاهره كنت هترجعي تعيشي معاهم تاني؟ عايزه الصراحه؟ لا.
يا شريف، يا لهوي انا مش مصدقه ان احنا عملنا البروفيت الكبير ده من اسكندريه. انا ما شفتش حد موهوب زيك في اقناع كلاينت سليم. انا متوقع لك على السنه الجايه تبقى من اهم الاونلاين انفستمنت ايجنتس في العالم كله. لا يعني مش للدرجه دي، ما تكبرش الموضوع. طب هتشوفي بكره فكري. المهم يا شريف انا خايفه قوي على الفلوس اللي معايا دي فلوس ناس. بكره الصبح روح حطيها في حسابك اللي في البنك. اكيد البنك بتاعك ليه فرع هنا. هو اكيد ليه فروع هنا، بس انا عايزه فلوس بصراحه تبات في حضني النهارده. يلا. بقول لك ايه؟ انا النهارده عامل لك سربرايز تجنن. ايه هي؟ لا بقول لك ايه، انا عاوزك النهارده تسيبي نفسك على الاخر. ايه ده اشمعنى؟ يوم للمتعه وبس. ماشي. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إيه الأكل الحلو ده؟ ده الواحد من رصة يعني ريقه جري. الله يسامحك يا أبو محمد. اتنقص تحط لنا الأكل في ورق جرايد. مبسوطه انه عجبك. حلو جدا طبعا. ولسه لما تدوق قول لي بقى ايه رايك. محشي كمان؟ ايوه. بسم الله. إيه ده أنت مش هتاكلي ولا إيه؟ ليه؟ ما انا باكل اهو. بتاكلي إيه ده؟ لو أكل قطط مش هيبقى الطبق فاضي كده. اصلا انا اكلتي ضعيفه شويه. يعني عشان الرجيم والحاجات دي؟ مش محتاجة، أنت زي القمر لوحدك. بصراحة يا نسرين أنا مش عارف أرد جمالك إزاي. أنت تعبت معايا أوي الفترة اللي فاتت دي. ما تقولش كده يا رائف، عيب. ده انت ابن عم. قصدي يعني احنا اهل في الاخر. طبعا عارف. بس الطريق لسه طويل وانا مش عايز اضغط عليك اكتر من كده. انت اكيد عندك حياتك وتفاصيلك، كفايه يعني. ايه ده رايحه فين؟ هقوم افتح الباب، ما انت عارف ام محمد بتجوز بنتها ومش موجوده. ام محمد ماشي، خليكي زي ما انت مستريحه، هروح افتح انا. ماشي. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم؟ نور الدنيا. ازيك يا رائف؟ ازيك يا عم جورج؟ انا اتقابلت انا وعمك عبد الحميد على الباب. يا اهلا وسهلا، اتفضلوا. اتفضل اتفضلوا يا عبد الحميد. وناكل لقمه سوا. اتفضل اتفضل. حماتك بتحبك يا عم. اتفضل يا عم. وبعدين انا مش مبسوط يا حسام. والله يا فندم عندك حق طبعا. يا سلام. طب وانا بقى استفدت ايه كده؟ ها؟ ايه يا حسام؟ انا قلت انت اللي هتجيب الديب من ديله يا اخي. عارف انت من ساعه ما رجعت لي بالدكتوره جارتك دي وانت ما بتعملش اي حاجه. ايه يا حسام؟ انت كنت طالع تجيب تجار مخدرات ولا طالع تجيب دكاتره؟
والله سعادتك انا اتكعبلت في موضوع الدكتور ده بالصدفه مش اكتر. صدفه؟ طب والبنت المدمنه اللي انتوا مسكتوها معاها ما استفدتوش منها باي معلومه؟ ما قالتش حاجه جديده، كل المعلومات اللي قالتها عندنا. وبعدين؟ والله يا فندم انا كل اللي طالبه من سعادتك ان انا عايز فرصه واحده، فرصه اخيره، وان شاء الله هتيجي بنتيجه ايجابيه وبكره تشوف. حاضر يا حسام، حاضر. هديلك فرصه اخيره، بس خد بالك اخر فرصه بالنسبه لك. هتتبسط ان شاء الله. والله يا عمي انا مش عارف ارد جمايلك ازاي على التعب اللي انت تعبته انت ونسرين معايا. انت بتقول ايه يا رائف؟ ثابت ده اخويا وانت ابني، وانا مهما عملت مش هقدر اوفي ولا جزء بسيط من افضال ابوك عليا. ثابت ده صاحب فضل عليا طول عمره ونعم الاخ صحيح. اهم حاجه عندنا دلوقتي انه يقوم بالسلامه. يا عبد الحميد انا عايز ارفع عنك الحرج. شوفوا يا جماعه، احنا لازم نتكلم بشكل عملي. محدش عارف مرض ثابت هيطول قد ايه، ولازم حد يبقى معاه بشكل دائم. وانت يا ابني عندك شغلك، ونسرين كمان عندها شغلها، وانا وانت يا عبد الحميد ما بقى ناس صغيرين عشان نقعد معاها يعني. وام محمد بتجوز بنتها، فلازم ممرضه تقعد معاها بشكل دائم. والله يا عم جورج كلام حضرتك صح جدا، بس حضرتك عارف ان والدي مستهدف، وانا خايف اروح اجيب ممرض او ممرضه الناس اللي حاولوا يعملوا فيه كده يشتروهم، وساعتها ممكن يعملوا حاجه احنا مش عايزينها. رائف عنده حق يا جورج، فعلا لا قدر الله لو جبنا حد ممكن نرجع نلاقيه عامل فيه حاجه. لا يا جماعه، يبقى احنا لازم نفكر بهدوء عشان نوصل لحل. شريف 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 يا شريف. نهار اسود يا شريف، يا لهوي نهار اسود يا شريف. يا نهار اسود يا لهوي يا نهار اسود. يا لهوي يا نهار اسود يا نهار اسود. فين فين ايوه يا سهيل، هو شريف كلمك؟ يعني انت ما تعرفيش هو فين؟ يا ستي ما فيش حاجه، جاوبيني. طب والنبي لما يكلمك ولا تعرفي هو فين كلميني ضروري ضروري سهيله والنبي. يا ستي ما فيش حاجه، اقفلي سلام. يا لهوي.
خير يا دكتورة؟ نتائج التحاليل مش حلوه خالص. ازاي؟ ما تتخضيش قوي كده. انا هكتب لك على شويه ادويه وسبلمنتس تاخديها لمده 3 اسابيع، هتغير لك كل النتائج اللي في التحليل دي. يعني في امل البيبي ما يموتش؟ بعد الشر، بس حقيقي ضحكتيني. اصل انا خايفة قوي. بصي يا مريهان، انا عايزه اقول لك حاجه. نص العلاج بيبقى في ايد المريض نفسه. ازاي؟ مش فاهمة. يعني ارادتك ورغبتك اكبر دافع ان هم يخرجوا المخدر من جسمك. بتقلقيش يا دكتورة، انا عندي رغبة اكيد ان انا اخف. انت عارفه انا سمعت الكلام ده من كام واحد قاعد على نفس الكرسي ده قبل كده؟ كتير قوي. وللاسف 20% بس هم اللي كانوا صادقين في كلامهم. صدقيني يا دكتورة انا عايزة اخف. بقاله الذنب اللي في بطني ده يدفع تمن نتيجة حاجة انا عملتها. انا عايزاكي انت تخفي عشان انت عايزه تخفي، مش عشان اي حاجه تانية. مش فاهم قصدك ايه؟ قصدي يعني افرضي لا قدر الله البيبي نزل، مش هتكملي علاج؟ هو البيبي ممكن يموت؟ انا بقول لا قدر الله، انا مش بخوفك. انا بس عايزه اسمع منك اجابه واضحه وصريحه. هتكملي علاج ولا لا؟ بصراحة لولا اللي في بطني انا ما كنتش هفكر في موضوع العلاج ده. ليه يا بنتي؟ هو انت جسمك هين عليكي قوي كده ليه؟ عايزه اعرف السبب. حضرتك عارفة احساس المدمن ايه؟ اللي بيبقى عايز يشد بودرة ومش لاقي. مفيش حاجة ممكن تخليه يستحمل العذاب ده غير البطن. طيب نأجل الكلام في الموضوع ده دلوقتي. انا زي ما قلت لك هديكي شويه ادويه وسبلمنتس تاخديها واشوفك بعد 3 اسابيع. وطبعا مش هفكرك، لو عوزتي اي حاجه في اي وقت تليفوني مفتوح لك على طول. مش عارفة اقولك ايه. يا ريت الناس كلها تبقى زي كده. ايوه سهيل. شريف ظهر ولا لسه؟ لسه؟ بكلمه لسه قافل تليفون. انا راجعه اهو في الطريق دلوقتي. طيب بقولك ايه، لما ماما تكلمك هواية والنبي تغلطي في الكلام. هي المفروض عارفة ان انا راجعة بكرة من اسكندرية. ها؟ لما اجي احكي لك على كل حاجة. لا مفيش حاجة بخير يا سهيل. طيب اقفلي بس دلوقتي عشان انا حواليا ناس مش عارفة اتكلم. سلام. اما ولاد اوسكار الكلبه بتاعتك دول زي العسل. في 2 انا بعتهم، صحابهم جايين ياخدوهم النهارده، دفعوا لي فلوس يبقى فكرني اديها لك. والتالتة بقى في حد برضه هيجي ياخدها النهارده. انا مش عارف ارد جمالك ازاي يا دكتور، بس على شرط الناس اللي تاخد الكلاب دي تبقى بتخاف عليها ويبقوا ياخدوا بالهم منهم. طبعا ده انا زبايني زي السكر زي. الله يخليك كده. طمني على بابا. الحمد لله على كل شيء. يعني الدكاتره مش طمنوكوا؟ والله الدكاتره نفسهم مش عارفين يقولوا لي ايه. بيقولوا لي قدامنا 3 شهور مع العلاج الطبيعي نشوف استجابه الجسم وبعد كده يقرروا بقى. بصراحه يا دكتور انا حاسس ان انا في كابوس ومش عارف افوق منه. معلش، ربنا يقومه بالسلامه ويخليه لك يا رب. يا رب. بقول لحضرتك ايه، هو ما لاقيش عند حضرتك
كلبة صغيرة كده تنفع هدية حلوة؟ هديه غاليه يعني؟ هدية يعني. عندي طبعا. يا ليلى، نعم يا دكتور. روحي جيبي لي الكلبه اللي لسه جايه النهارده، السكر زي العسل. بيلا؟ ايه ده اسمها بيلا؟ انا اللي مسمياها. ده اسم جميل قوي. بعد اذن حضرتك. ايه يا عم مشير، ما تحل عني، انت مراكش غيري ولا ايه؟ ايه والله ما في زي خفه دم المصريين. ده ايه الرد اللي ملوش دعوه باللي انا قلته ده؟ طب روق بس، روق وهدي حالك وانسى خلاص، عيش حياتك. الحياه حلوه، عندنا في لبنان بنحب الحياه وبنحب نتمتع بيها. عندنا في مصر بقى بنحب النكد زي عنينا. إيه قلت لك انا ما في زي خفه دم المصريين. اقول لك على شيء، انا همرق عليك بالليل اجيب لك حته تكيلا تنسيك اسمك. تكلة ايه؟ تكلة انا ما بشربش من ايام الجامعه. ايه وين المشكله؟ ارجع لايام الجامعه، ليه في احلى من هيك؟ في يالا انت ابليس ولا ايه؟ ليه تقول عني ابليس؟ قول تاجر السعاده. صدقني يا حبيبي، انت محتاج تسهر معايا سهره واحده تحلف بيها طول عمرك. وانت ابليس بجد ولا ايه؟ ايه ده؟ ايمي، انت عرفتي بيتي منين؟ مش وقت الكلام ده دلوقتي. بقول لك ايه، انا معايا ستاف يجنن ومعايا نص فلوس ومحتاجه حد يكمل لي الباقي. بصي انا عايزه 2000 جنيه بس، ها ايه رايك؟ لا يا ايمي، انا بطلت. تبطلي ايه يا بنتي؟ بلاش هبل. بصي نصيحه من اختك، شيليه عندك، مصيرك هتتزنقي وتحتاجيه وساعتها هتزعلي. ها انجزي.